ولودي يا سلام بدا الفيديو. السلام عليكم خوتي، رجعت لكم فيديو جديد. خوتي، فيديو تاع اليوم راح نهضروا على الفضيحات اللي صرات ولا الظلم اللي صرا لخوتنا الجيمرز. الفايبر ريداكس ميمحو هذا اليوتيوبرز يا خوتي قدام في الدومان، يعني تعبوا وشقاو على محتوى تاعهم، قدروا يطلعوا محتوى الجيمنج وشرفوا محتوى الجيمنج في الجزائر. راح نعطيكم مثال على الفايبر يا خوتي. بدا في عام 2015، ومن 2015 هو يتقاتل باش يخرج لنا حاجة شابة ويطلع محتوى الجيمنج في الجزائر. يا جماعة نتاعي أنا فئة الجيمنج، كما على بالكم خاوتي داروا مترشحين المرة الأولى قداه 12 كذاك والله في الفئة تاع الجيمنج، ومن بعد خيروا منهم الخمسة اللي تخيروا مع كل احتراماتي ليهم ومع كل تقديري ليهم. كاينة واحدة أخرى ثاني بلا ما نذكر اسمها جماعة وبلا ما نعطيوها أكثر من حجمها، لأنه المرأة إذا عطيت لها أكثر من حجمها راح تحس بروحها حاجة كبيرة. في الآخر جات واحدة ولاد حومتها جام يسمعوا بها آيات دات هذه الجائزة. كشفي باطل ما كنتش نستنى فيها عنده كاع نربح. نشكر الناس كاع اللي وضعت عليا، ممكن ما يديروش قيمه لروحهم يديروها لهم الحلابين اللي خلاتني نلحق له. يعني سبحان الله، يوتيوبر قاتل عمره كامل باش يشرف المحتوى. آية جات هي كبس وتبين له اسمه في لي بوست تاع انستغرام، طلعين فلان طلعين الانستغرام تاعهم آية دير جائزة. والله يا خوتي لا حول ولا قوة إلا بالله، ظلم كبير تعرضوا له خوتنا لي جيمر، وجائزة والله ما تستاهلها يا خوتي. هذه من وجهة نظري. لي فان تاعها نتوما كيوت وحلابين. نوضح لكم حاجة يا خوتي، هذه يا خوتي قدرت تدي جائزة باستعطاف الحلابين. الفايبر يستاهلها، بريد عبالة اسمه القاعدة الجماهيرية اللي بناها. ما تنساوش ديروا ابوني وجا من الفيديو باه يطلع وبيس.